السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، إصابة أشرف حكيمي أصبحت حديث الشارع الرياضي المغربي والعالمي. الكل ينتظر الخبر، الكل يترقب المصير، لأن المسألة هذه المرة لا تتعلق بلاعب عادي، بل بقائد وبرمز وبأحد أعمدة أسود الأطلس. في ليلة الثلاثاء أمام بايرن ميونخ سقط حكيمي بعد تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز ليسقط معه قلب كل مغربي. خرج باكيا والخوف باد على وجهه، وكأن المشهد يختصر كل ما يخشاه الجمهور. هل انتهى حلم كأس إفريقيا قبل أن يبدأ؟ الخبر انتشر كالنار في الهشيم، التكهنات تعددت والأنباء الأولى لم تكن مطمئنة أبدا. لكن مساء الخميس جاء النور من باريس. نادي باريس سان جيرمان أعلن عن تفاصيل الفحص النهائي، والأخبار هذه المرة كانت سارة. لا عملية جراحية، لا إصابة معقدة، بل راحة وعلاج يمتدان من 6 إلى 8 أسابيع، أي أن حكيمي سيعود بإذن الله في النصف الثاني من ديسمبر، قبل أيام فقط من انطلاق كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. التقارير الفرنسية أكدت أن الجهاز الطبي نجح في تفادي الجراحة حفاظا على حلم المشاركة الإفريقية. وحكيمي من جهته أبدى عزيمة كبيرة، وتحدث مباشرة مع وليد الركراكي مؤكدا أنه لن يفرط في البطولة مهما كلف الأمر، وأنه سيضاعف جهده للعودة في أقرب وقت. لكن رغم الحماس الكبير، الأطباء ينصحون بالحذر، فالتعافي ليس سباق وسرعة، وإنما سباق وعي وتوازن. والكل داخل المنتخب المغربي يدرك أن المخاطرة ليست خيارا مطروحا. ومع ذلك تبقى الحقيقة الأجمل في هذا الملف، هي أن الصدمة الكبرى تحولت إلى أمل كبير، وأن قائد الأسود الذي صادف يوم إصابته عيد ميلاده 27 ما زال في سباق الزمن، لا ليستعيد لياقته فقط، بل ليستعيد مكانته في الملحمة الإفريقية المنتظرة على أرض الوطن.